بص هو انا يعني رايي في الموضوع ده ان في حدود، وتدخلات العملاء دي مشكله عالميه. على فكره تدخلات العملاء في التصميم والتصميم الداخلي بالذات بالتحديد مشكله عالميه، ولكن بتختلف بقى من عميل للتاني بقدر او بنسبه. فانا شايف في حدود. حدودنا ايه؟ في رقم او في نسبه ثابته انا دايما اقولها: خد 70% وسيب 30%. انت صعب ان انت تاخد كل حاجه. خدت اكتر من 70% كويس، ولكن جيت لقيت العميل بتاعك عايز يفرض رايه بنسبه 50%. ده انت مش هتطلع نتيجه كويسه، الشغل هيطلع معكوك زي ما انت موضحه كده ان هو اختياراته ممكن تكون غلط. في النهايه انا عندي مبدا ان انت بتعمل اللي يريح العميل، ولكن انا في النهايه الشغل برضو زي ما بقول انا شريك فيه. الشغل ده انا لو مشيت وانا ما صورتوش يبقى انا خسرت. الشغل ده لو حد دخل وسأل مين اللي عمله واتقال ده فلان وهو مش حلو انا خسرت. فوجهة نظري زي ما بقول لك ده الحل. النوع ده من العملاء ده طبيعي هتلاقيه، يعني مش هقول لك مش موجود، طبيعي جدا، ولكن مش موجود بكثرة. يعني ده فئة موجودة من العملاء، في فئة موجودة من العملاء وعايز يعمل كل حاجة. ولو انت جيتي قلت له مش هقول لك رأيي، شوف انت عايز ايه وانا اعمله لك، يقول لك اللهم انت لازمتك ايه وبتاع. ف ف الحل في حاجه زي كده زي ما بقول لك: خدي 70% وسيبي 30%. خدت اكتر من 70 كويس، خدنا 80% والعميل ليه 20% ماشي. في عميل ممكن يبقى رايه 5%. في عميل ممكن يقول لك بقول لك ايه اعملي لي الدنيا، عايز الدنيا تطلع احسن حاجه وخلاص. وده مش عميل سهل برضه، لان ممكن يقول لك كده وبعد كده بعد ما تشتغل يقول لك لا والله مش عاجبني. فحلول الموضوع ده في اختيار العميل بالاول. وبرضه عشان ابقى قلت كل حاجه، اختيار العميل من الاول دي بتنفع عند مرحله معينه من الاكسبيرينس بتاعتك، او من تواجدك في سوق العمل، ومن عدد العملاء اللي معاكي، ومن كم الشغل اللي انت بتقدري تملكيه. لان ممكن تيجي تقولي طب انا باخد بيجي لي عميل مثلا متوسط كل سنتين مره، فاللي هو انا مش عارف اختار. دي حقيقه. فبناء عليه بتبداي تقولي ايه، لا خلاص بقى انا هقدم تنازلات في ان هو لو متعب شويه ماشي طيب حلو. التنازلات دي بقى لحد فين؟ لحد ان هو يجي بعد كده الشغل يبقى بايظ وتلاقي نفسك تعبتي على الفاضي، يقول لك لا خلاص والله مش عايز اكمل ومش عايزين نشوف حسابنا وبتاع ودنيتنا ايه وانا ما عنديش مشكله. ولا لحد ان هو شايفه في دماغك ان هو هيرضخ للي انت بتقوليه مثلا، لا هو اللي هيدفع ولا هيعيش في بيته. ولذلك انا شايف ان انا في الاول وفي الاخر بشتغل المهنه دي ليه؟ ده السؤال. فيعني فكري لحظيا بتشتغلي المهنه دي ليه؟ هو ده اللي هيجاوب لك تعملي ايه في التصرف، او تتصرفي ازاي في حاله زي كده. تشتغلي المهنه دي عشان تاخدي فلوس، ولا عشان حباها، ولا عشان حباها كاولويه وتاخدي فلوس كحاجه ثانويه، ولا علشان تاخدي فلوس كحاجه اوليه وحباها كحاجه ثانويه؟ كل واحده من دول ليها حل. لو عشان حباها يبقى انا ما بشتغلش غير اللي على مزاجي. لو عشان حاببها كأولوية وفلوس يبقى أنا بنتقي عميلي، في حد أقصى من الحاجات اللي أنا أقدر إن أنا أقدمها كتنازل في إن الشغل يطلع فيه برضه رأيك أنت إيه وأنا رأيي إيه وبتاع. لو عشان فلوس فأنت في الحالة دي يعني إيه بنسبة كبيرة يعني اللي أنت عايزه وبتاع، وإيه الجمال ده وإيه الحلاوة دي، وأنا مش تبع السكة دي خالص. لأن أنا شايف إنك لما تعمل حاجة وأنت حاببها الفلوس هتيجي أوتوماتيك لوحدها. لو عشان فلوس وحابب فهتلاقي نفسك ان انت بتقول رأيك من باب اللي هو انا بقول رأيي وخلاص، والله عايز تعمل اعمل مش عايز خلاص. انا شايف ان دايما الاولوية يا اما انت حابب الموضوع، يا اما حبه اولوية، ثم ان انت تكسب منه. ودي افضل حالة انك تتكسب من الحاجة اللي انت شاطر فيها. انت مش عيب انك تكسب من حاجة انت كويس فيها او حاجة انت بتعرف تأدي فيها، بل بالعكس ده وقود ودافع ليك. لان حتى لو انت بتشتغل الموضوع عشان انت حباه بس لمجرد ان انا حباه، طب وبعدين؟ يعني انا هفضل ان انا برفض 50,000 شغلانه عشان اعمل شغلانه؟ طب ما ده مش شغل بقى. تمام. فلذلك حطيت لك النسبه اللي انا قلتها: 70% رايك انت و30% راي العميل. 70% يبقى انت اللي معاك الاغلبيه. يبقى ضمننا على الاقل ان الاغلبيه في الذوق العام آه، هيبقى ليكي للراي التصميمي. والحقيقه ان في معماري شهير قوي 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 اتكلم في النقطه دي وقال مقوله ترجمتها: انت جاي لي ليه لما انت عايز تعمل كل حاجه على مزاجك؟ انت جاي لي ليه لما انت عايز تعمل كل حاجه على مزاجك؟
ده معناه ان المشكله دي زي ما بقول مشكله عالميه مع المصممين. وعلى فكره بالاخص التصميم الداخلي ده معناه ان مع مصممين من انواع تانية كمان. يعني الراجل اللي بيصمم الاعلانات نفس القصه، لا والله واعمل لي اليافطه كذا وعايزها كذا. طيب متطلبات العميل دي إيه، لو حابه ان انت تلعبي او تغيري فيها بتتغير ازاي؟ بناء على انك تعرفي عميلك بيفكر من الجانب المنطقي ولا الجانب الجمالي. لو من الجانب المنطقي فانت مع عميل الحمد لله سهل، انك تقولي لا مش هينفع المقاس ده عشان واحد اتنين تلاته، يقول لك اه والله عندك حق، هيقتنع. لكن اللي بيتكلم من الجانب الجمالي ده فرصتك في اقناعه بتبقى صعبه، لان زي ما قلت في الفيديو اللي فات هو ده الذوق او دي المنتاليتي. الفيديو هيظهر لكم لو عايزين تشوفوه، دي الثقافه بتاعته. بالتالي ده اقصى حاجه تقدري تعمليها، انك تعملي اللي هو عايزه كافكار او كسكتش او كديزاين كده، يتفرج عليه ويقول له ده اللي انت طالبه، ايه رايك؟ لو برضه مصر على رايه نرجع بقى بالنسبه للبناء 70 و30. لو رايه ده في اطار ال 30% من التصميم خلاص تعدي وبتاع ماشي. لكن في اطار ال 70% واللي هو اللي هيبقى 70% رايه و30% رايك انت، يبقى لا انت ما اعتقدش ان ده شغل هيبقى ناجح. و... وانا في الاخر زي ما قلت بشتغل عشان ابقى مبسوط، عشان ابقى مبسوط. عشان اخد الفلوس اسد بيها التزامات واحتياجات ورفاهيات ففي الاخر اعيش مبسوط. فالاولويه عندي ان انا اعيش مبسوط. طيب، هل نستثني من القاعده دي البدايات؟ انا اللي بقول لك القاعده دي تعمليها بعد ما يكون عندك قدر كافي من الخبره، خبره من سنه لثلاث سنين على الاقل. نبدا نفكر ان انا بحط ده المرحله اللي انت بتحط فيها الخطوط العريضه اللي هتحدد انت هتبقى عامل ازاي بعدين. لانك لو كل شغل هتفضل تقبله وبتاع لحد فتره طويله خلاص انت هتتحسر في فئه عميل معين. فلازم تعرف امتى توقف النوع ده من الشغل، وامتى تستثني او تعدي او تفوت نسبة اكتر شوية، في مقابل ان انت تحط نفسك برضو في السوق كبداية. والناس هتبقى فاهمة ده كويس. الناس هتلتمس لك مبدأ ان دي بداية. يعني ده والله اول مشروع عملته بتاع دي كافية. يقول لك والله حلو، اللي هيشوفها يقول لك والله كويس ان ده اول مشروع. تاني مشروع وبتاع والله ده انا بقالي 3 4 اشهر في المجال يعني وكده، فانا حتى محط اسعار يعني مش فارق معايا قصه الفلوس، المهم بس اعمل حاجه كويسه. لكن ما تجيش بعد 3 سنين وتقول له ده اول مشروع انا عملته، تبقى مصيبه. 3 سنين فين ما بتعملش حاجه، انت جاي تجرب فيا، شفت الفرق او شفتي الفرق؟ بس كل الحاجات دي اعتبارات انا شايف انها كان لازم يترد عليها في فيديو.